بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. أمراض الحمى يا جماعة مش سالمونيلا وتنفسي بس، لا، في أمراض بتبقى سهلة جدا وعلاجها سهل، بس احنا ممكن نشخصها غلط نموت الحمام. مش أي إسهالات أو أي تغير في لون الفضلات أو منع الحمام الأكل أو خسال الحمام بيكون سالمونيلا بس أو ديدان، لا، في أمراض فطرية بتأثر على الحمام وممكن تؤدي للموت بصورة أسرع من السالمونيلا. أمراض الفطرية يا جماعة بتكتم الامعاء، بتعمل شلل عند الطير، ما بتخليش فرد الحمام يعرف ياكل، وبتخلي بقى الفرد الحمام يخس ويعني ولون ريشه يغير، لان الفطريات يعني بتنقسم لحاجات كتير جدا. اشهرهم بيصيب الحمام هو مرض الكنكر. طيب الكنكر مرض طفيلي، هل في امراض طفيليه تانية ممكن تيجي الحمام وتأثر على الحمام وانا ما اخدش بالي؟ طبعا امراض الطفيليه كتير يا جماعه جدا، واحنا كلنا بنقع فيها. ممكن بسبب اهمالك، الميه مثلا مركونه قدام الحمام، عدم نظافه، فرد حمام جبته اشتريته يكون مريض مثلا بمرض طفيلي. لان الامراض الطفيليه والكنكر المعدة يا جماعه، لو فرد الحمام شرب من المسقه ممكن يصيب بقيه الحمام. لو فرد الحمام عنده كنكر وبياكل عليه الزغاليل مباشر كده، الزغلول بيجيله كنكر والعكس برضه. فلازم نكون عارفين الحتة دي عشان نعرف نشتغل مع الحمام بمنتهى العلم والعقل. طيب الفلاجين ممكن يعالج اللي انت بتقول عليه ده. الفلاجين مطير معه ممتاز جدا، يعالج المرض الكنكر والامراض وبعض الامراض الطفيليه. طب هل في نوع علاج ممكن يعالج لي كل الامراض الطفيليه وامراض البكتيريا اللي بتصيب الحمام؟ طبعا في نوع مهم جدا يا جماعه، هو عنوان حلقتنا النهارده، والاجمل فيه ان هو بيعالج يعني اي مرض طفيلي او اي مرض بكتيري داخلي عند الحمام. يعني كده هيعالج لك الامراض البكتيريه والاسهالات، وهيعالج لك مرض الكنكر الداخلي والخارجي، لان في كنكر داخلي وفي كنكر خارجي. في كنكر ممكن افتح فم الطير الاقيه باين تجبنات قدامي، وفي فرد حمام عنده كنكر داخلي، لان الكنكر ممكن يكون في الامعاء وممكن يكون في الرئتين. فخلي بالك من الكلام ده. الكلام ده عن خبرة وعن حالات جت لنا، وبنحب يعني نبقى ماشيين برضو بعلم وبخبرة، بنشرح الحمام وبنكتسب خبرة، ومن هنا بنبدأ ننقل لحضراتكم الصورة بعلم وبتجربة وبأسرع الفهم. يعني العنوان اللي هنتكلم عنه النهارده او العلاج اللي هنتكلم عنه النهارده حاجة اسمها بروتوزول. البروتوزول زي ما حضراتكم شايفين، بروتوزول. البروتوزول ده اقوى من الفلاجين وافضل من الفلاجين في كل الحالات المعويه والبكتيريه والكنكر والامراض الطفيليه. بروتوزول في 3 شرايط، الشريط فيه 4 حبايات، ثمنه كله 12 جنيه. كلام فاضي، مش هيجيب حق نص كيلو كلفه. بدي للفرد الحمام ربع قرص، بديله ربع قرص لمده 5 ايام، ربع قرص لمده 5 ايام. ده شكل البروتوزول يا جماعه. حبايه مقسومه 2 هتدي للفرد الحمام ربع بس، ربع قرص بروتوزول هيعالج لك الكنكر الداخلي والخارجي، ويعالج لك المشاكل البكتيريه والمعويه، وهيظبط لك الشهيه بتاع الفرد الحمام. الفرد الحمام لو عندك ما بيقبلش على الاكل، بتبقى مشكلة ممكن يعني كنكر داخلي على الرئتين، في الأمعاء، طفيليات، مرض طفيلي. كل ده يا جماعة البروتوزول هيظبط لك الدنيا. تحس إن شهية الحمام عندك اختلفت، تحس إن يعني الفضلات الحمام بقت طبيعية. لو عندك الحمام الشغال عايز تنتج زغلول كويس، لو عندك الحمام الشغال نايم على البيض، قبل نار البيض بيومين ادي لكل فرد كبير ربع قرص بروتوزول لمدة يومين بس. يعني اليومين دول بس اديله، ان شاء الله لو في اي حاجة هو بينظف لك الامعاء. الفرد الحمى هيزق وهياكل عياله بنظافة
وبصحه كويسه مش هينقل للفرد الحمام الزغلول. الناس بقى اللي بتشتكي تقول لك الزغيل طالعه ناشفه، الزغيل طالعه معجزه، ما هو ممكن الاهالي يكون عندها مشكله تنقلها للزغلول، فخلي بالك من النقطه دي. يبقى البروتوزول ثمنه 12 جنيه بشري، في 3 شرايط، الشريط فيه 4 حبايات، الحبايه بتدي الاربع حمامات. الموضوع هيطول معاك ويعني وعلاج في منتهى الوفر والجديه وممتاز جدا وعن تجربه يا جماعه. يبقى ما تقلقش نفسك وما تشغلش نفسك وما تفكرش كتير، تقعدش تقول ده مرض ايه وده مرض ايه وده مرض ايه. البروتوزول هيحل لك كل المشاكل دي. ويا سلام بقى لو عندك مشكله سالمونيلا، تقوم عاتي مثلا البروتوزول مع مثلا مع الامروفلوكساسين، او مثلا مع الابوكسيسيلين، او مثلا مع الكوليبريم، اي ماده فعاله بتعالج السالمونيلا. خلي بالكم البروتوزول برضه بيعالج وبيحمي من مرض السالمونيلا، بس احنا بنقول لو انت عندك حاله صعبه ومحتاجه العلاج او الخطه الشامله، بندي مثلا بروتوزول مع المضاد الحيوي اللازم. ودايما انا ما بركزش على نوع واحد، ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ما ينفعش تكون معود حمامك على نوع مضاد حيوي واحد. لا، اشتغلت النهارده مثلا بالبونفلور، لا هات بقى بعد كده الاقوى. اشتغلت مثلا بالاموكسيلين، هات مثلا بعد كده اموفلوكساسين، وهكذا. لان البكتيريا يا جماعه ساعات والمرض بيتعرف على نوع المضاد الحيوي، فلازم تشتغل معاه بالاقوى. ويعني الكلام كتير جدا في العلاجات، بس اللي نفسنا نوصله للناس هو التشخيص السليم. لو شخصت صح خلاص بأقل نوع علاج معاك ان شاء الله يستجاب. شخصت غلط بقى انت بتأخر الحالة، منها بتدمر المناعة ومنها بتهلك وبتضيع وقت وبتخلي الفرد الحمام المرض يتملك منه. بروتوزول ثمنه 12 جنيه في اي صيدلية بشرية ومتوفر في كل الصيدليات. لو اول مره بتشوفنا ومش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا، محتاجين دعمكم. ولو عجبكم الفيديو لايك ويا ريت مشاركه عشان الكل يستفاد، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.